السلام عليكم. احنا وقفنا المره اللي فاتت عند الشاشه ديت وقلنا هنتكلم عن الكورسر تاب والكومبوزر والشات وكل الكلام ده كله، بس عشان نفهم كل حاجه معناها ايه اصلا محتاجين ان احنا نعمل مشروع وبعد كده نمسك التعديلات بتاعتها. هخش هنا اعمل مشروع مثلا. اوكي، عاوز اعمل اوبن فولدر ولنفرض هنا هعمل واحد جديد مثلا اسمه كورسر. اوكي، هعمل فايل جديد اندكس اي حاجه بقى، يعني عاوز اعمله باي دوت بايثون دوت بي اتش بي، اعمل اي حاجه مش هتفرق. ونفرض هنا هعمل مثلا ليست. تمام. انا لو اتكيت تاب هو هيكمل بقيه ده طبيعي جدا، يعني بيدي اقتراحات زي اي اقتراحات عاديه. هنا لو كتبت مثلا فور، فهنا ايه لو خدت بالك ما اداليش الاقتراح كامل، ما اداليش فور وكمل، لا ادالي دوب اول سطر بس، فهعمل تاب فيديت تاني سطر هكذا. دي عشان نبقى نفهم دي كلها اسمها كومبوزر تاب. فانا لو فتحت هنا السيتنجز تاني اللي احنا كنا فيها الفيتشرز اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده اسمه كومبوزر تاب. فهنا دي الفكره. اول حاجه طبعا هتعمل له انيبل البارشل اكسبت، لازم براحتك اعملها انيبل بحيث اللي هو يديك البارشل، مش لازم يديك الاقتراح كامل، يعني يديك حته حته بحيث انت اللي توجه الموضوع اكتر. الكورسر بريدكشن طبعا انت عاوز يعمل له بريدكشن تريجر ان كومنتس، بحيث انك تكتب له كومنت فهو يروح جاي عامل لك. يعني لو كتبنا هنا مثلا ميك سورت فانكشنز، تمام، راح جاي عامل لي فانكشن بتعمل سورت للليست. ده بناء على الكومنت. الاوتو امبورت ده لما يديك اقتراح والاقتراح ده يتضمن اللي هو لازم يمبورت حاجه مثلا من مكتبه، فهو يعملها لك. هي حاليا مش شغاله غير في التايب سكريبت والبايثون، فهتعمل انيبل للاثنين. اوكي، انا هخلي الكمبيوتر في الاخر، يعني هننزل ممكن نخش على الشات بقى. لو جيت هنا اتكيت كنترول ال هلاقي الشات فتح معايا. الشات ده ايه فكرته؟ يعتبر شات جي بي تي او اي موديل انت عاوزه تقدر تكلمه. انت حطينا من هنا بتختار الموديل اللي انت عاوزه. انت ممكن تختار كلود جي بي تي، فاكر الموديلز اللي احنا اخترناها كلهم هتلاقيهم هنا. بشكل عام انا بحب 3.5 سوليد، يعني اختار اللي انت حابه. طبعا هو هتلاقيها بتختلف مش كل سنه، كل شهر مين بيبقى افضل واحد. هنا بقى بتقول له الكوماند اللي انت عاوزه، مثلا هقول له ميك مثلا اسورت فانكشن تاني اي حاجه. خدت بالك مثلا هو عمل لي سورت فانكشن ما خدش باله بالكونتكست اللي هنا. ايه السبب ده كله بقى؟ هنرجع بقى هنا هنعمل اوبن كورسر هنا سيتنجز. هنا دي اعدادات الشات. حلو. هو بيقول لك انت عاوزني كل ما اجي اعمل لك حاجه ادور على النت؟ لا انا مش عاوز كده طبعا. انا عاوزه ياخد من شات جي بي تي او من كل ده على طول، مش لازم يفتح يروح النت. في شات ستريم هو خليها انا اقفلها بحيث انها تبقى نازله بشكل كانها شات جي بي تي بالظبط. يعني هنا بقى ديفولت ان التكست دي لازم تقفلها، يعني لازم يبقى فيه كونتكست. انت لو عملتها كده اول ما تيجي بقى نعمل شات تاني هتلاقي لا هو واخد باله اللي فيه كونتكست. هنا الكونتكست ده اللي هو الفايل اللي احنا عاملينه. ممكن تكمل بقى نارو سكرول بار، تمام، اوتو سكرول شات، شو شات هيستوري، ايوه انا عاوزه، يديني الفايلز اللي انا عاوزها لابس، تمام. بس انا عاوز اشرح هنا بقى اكتر. انا خلاص هرجع هنا تاني واشرح بقى الشات بار هنا بشكل اكبر. هنا بقى لو رحت اديت له نفس الكوماند وقلت له مثلا ميك ا سورت فانكشن هتلاقي البتاع مختلف. هتلاقي هيدي لي سورت فانكشن على الاساس اللي انا كاتبه هنا. هو هنا مثلا عمل لي البابل سورت على الليست بتاعتي اللي هي من واحد لخمسه. بس عاوزين بقى نتكلم هنا عن قدرات الشات ده، يعني هي تعتبر قدرات فعلا خارقه. يعني اول حاجه هنا انت هنا بتختار الكونتكست اللي انت عاوزه. انت عاوزه هنا شوف مقدار قد ايه. يعني هو مثلا هنا شايف لي الفايل ده. لو انا عملت فايل تاني مثلا سميته مثلا دوت باي مثلا، حلو، ورحت هنا في الاندكس مثلا اهو. انا في الاندكس، انا في الاب اهوت عاوز احط مثلا الاندكس معايا، راح جاي حاطط هنا بحيث ان يقدر يشوف الاثنين. حلو. هنا زي ما اتفقنا اللي هو بتختار الموديل. هنا بقى المنشن من علامه اد. انت ممكن تمنشن فايل كامل، يعني لو في فايل ممكن تحطه. عاوز تمنشن فولدر هتحطه. عاوز تمنشن جزء من الكود بتاعك اصلا، يعني لو انت عندك فانكشنز بقى وكده تقدر تحطها. هنا بيقول لك الكود اللي عندك اصلا قد ايه، بما ان الكود اللي عندي قليل فمش عارف احط. عاوز تروح تسيرش على الويب، يعني مثلا تسيرش في اي ويب او في الويب بشكل عام. الدوكيومنتيشن دي بقى من الحاجات المهمه. يعني انت مثلا شغال ولنفرض اي لغه او اي فريم ورك، وساعات مثلا الشات جي بي تي بيبقى اخر يعني مثلا الشات جي بي تي اخر تدريب ليه كان في شهر في 2023، ولنفرض مثلا ان في فيرجن جديده حصلت، فهو كل اللي هيدولك من القديم. فانت ممكن تحط هنا نيو دوكيومنتيشن وتحط له اليو ار ال، وما تيجي تتكلم معاه انت تكون ممنشن الدوكيمنت اللي انت عاوزها. يعني مثلا انا حاطط حاجه اسمها لانج جراف، هو عشان هو ما عندوش الاندكس ده، وباجي بقى اطلب منه اي حاجه بعد كده. لو انت عاوز بقى تحط جيت ريبوزيتوري كامل نفس الفكره، ممكن اخليه يتناقش مع الكود بيس كله.
هنا لما بحط الكود بس هنا بيقول لك بقى انت إيه الفايلات اللي تحطها، فهل كل الفايلات، هل بايثون بس، هل جافا سكريبت بس، الفايلات تكسكلود. معظم الحاجات دي يعني هتلاقيها كانها سيرش. انت مثلا لو انت عندك كود بيس كبير قوي وهتروح هنا تساله انا عاوز الحته المعينه دي كانت فين. حلو. من الحاجات الجميله بقى اللي تقدر ترفع له ايمج وتقول له اعمل لي مثلا البتاع دي باستخدام اتش تي ام ال هكذا، يعني مثلا تروح رافع له اللي هي من الايمج تكود على طول. اوكي، دي بالنسبه للشات. في حاجه كمان جدا جميله هي اسمها كارسر رولز. هي لازم تيجي تفعلها برضو، هي كود في جنرال هتلاقيها متفعله بالاصل يعني. حلو. اهي الكيرسر رولز دي عباره عن الانستراكشنز بتاعت كل بروجكت. يعني انا مثلا شغال ولنفرض دلوقتي هشتغل انا دلوقتي بايثون. حلو، او قصدي جانجو او هشتغل وات ايفر الحاجه. في حاجه اسمها كيرسر دوت دايركتوري. لو احنا جينا هنا عملنا كيرسر دوت دايركتوري اوكي واخش فتح اهوت. دي عباره عن انستراكشنز، هي برومت برضو، يعني هي برومت ده في البرومت الكبير اللي كنا عاملينه في الاول. انت عندك كل ما تشتهي الانفس هنا، يعني اي حاجه هتلاقيها هنا حرفيا. يعني نفرض مثلا انا عاوز اشتغل دلوقتي مثلا فرونت اند فاشتغل رياكت. حلو. هو الافضل ما تاخدهاش يعني كوبي، يعني انت هتاخدها كوبي بيست بس عدلها برضو عليك. يعني انت مثلا هنا هو بيقول له هنا انت شغال رياكت ونكست، والله انت شغال ونفرض دلوقتي رياكت، فخلاص هتشيل مش شغال نكست، هتشيل نكست مثلا. نفرض انا هاخد دي احطها ومش هشتغل نيكست، فهشيل كل ما هو نيكست. اوكي همسحهم. دي انستراكشن. خد بالك بقى، هو كل ما انت شغال في يعني الدايركتوري او البروجكت ده هيبقى فيه حاجتين، هيبقى فيه اللي انت عملتها في الاول اللي هو الرولز فور اي اي، ويبقى فيه كل الكورسر رولز اللي انت حطيتها دي. هرجع هنا بعد ما عملنا الكورسر رولز خلاص بقى، ده خلاص بتاع البروجكت. هرجع هنا مثلا اقول له مثلا هاو تو انستول رياكت، هاو انستول رياكت. هنا هيدي لي بقى اعتقد هيديك كذا اوبشن. حلو. يعني هنا بيديك كذا اوبشنز اللي موجوده والكلام ده كله. الميزه اللي هنا اللي كل حاجه متربطه ببعض، يعني التيرمينال متربطه باللاب، متربطه بكل حاجه. يعني مثلا انا هنا هران انا مش محتاج اخد الحاجه كوبي بس، انا مجرد ما هكتب له رن هو هيجي هنا هيرن لوحده، هيعمل كل حاجه لوحده. هنا بيعمل انستول للديبندنسيز دلوقتي على ماي رياكت بروجكت. كل ده من ما عمل حاجه، مجرد تكيت رن وهو كل حاجه شغاله مع نفسها. هيعمل ام بي انستول وعمل له رن كمان. حلو وفتح. انا هكمل بس هنا بيقول لك لو انت عايز تحط تيل ويند او حاجه، ساعات بيدي ريكومنديشنز. ايوه بس يعني بيقول لك لو انت عايز تحط ريكومنديشنز معينه. ايوه هعمل مثلا هانشرز تيل ويند بالنسبه لي. اوكي وبيقول لي بقى هنا ابديت يور تيل ويند كونفيج. اها ابلاي. من الحاجات الجميله بقى انك تقدر تابلاي. حلو. فهو راح غير كل حاجه، فبيقول لك انا اكسبت الابلاي ده. حلو. هو بيقول لك في الاندكس دوت سي اس اس سورس اندكس دوت سي اس اس. هو بيقول لك حط دول، خدهم كوبي المره دي. اوكي تمام. هنا بيشرح لك الدنيا كلها. بس احنا كده عملنا انشاليزيشن لرياكت. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل بقى السيتنجز بتاعتنا. يعني لو احنا كده شفنا الفيتشر او الفيتشرز بتوعنا، احنا تقريبا اتكلمنا عن كل حاجه. اتكلمنا عن هو موضوع الاندكسنج دي ممكن تك بس ان ابلاي ان بيندكس نيو فولدرز بشكل عام. الدوكيومنتيشن اتكلمنا عليها، الشات اتكلمنا عليه، لسه التيرمينال والاديتور ما اتكلمناش عليه هي والكمبوزر. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنكمل شرح كرسر.